اذا مباشره من مدينه الدار البيضاء، بالضبط من منطقه سيدي عثمان. الهدم ديال اوكار ديال الفساد ديال بعض الافارقه جنوب الصحراء اللي كيستغلوا هذه الاماكن البعيده كما تنقولوا على اعين السلطه، وتيقوموا بالهدم ديال هذه الاماكن اللي كانوا دايرينها بيوت لممارسه اي حاجه كما تنقولوا. وهذا المكان اللي هو بعيد كما تنقولوا على الاعين ديال السلطه ومنعدمه فيه الاناره، داكشي علاش كيتاخذوا منه بيوت ديال الاوكار ديال الفساد كما كتشاهدوا معنا على هذه الاماكن اللي كانوا كيتاخذوها بعض الافارقه او بعض الخارجين عن القانون لاستغلالها في جنحه الظلام. صراحه اذا كما كتشاهدوا معنا تحرير هذه الاماكن اللي كانوا فيها البنايات المهجوره اللي كتعود سنوات طويله، ولكن السلطات المحليه هنا في منطقه سيدي عثمان كتقوم بعمليه الازاله ديال هذه الاوكار ديال الفساد والمفسدين. ماشي الافارقه كانوا فيها كلشي، لدرجه انه البارح لقى لنا ماشي الافارقه غادي يحتلوا هادو كيجيبوا المتشردين ورفقه بعض العائلات. يكون هذا هو كر الفساد يستغلون في جنحة الظلام كما كتشاهدوا معنا، وكيستغلوه للفساد ولتعاطي انواع المخدرات وكذلك احتساء المشروبات الكحوليه. هنا السلطه المحليه قامت بهدم هذه الاوكار اللي صراحه في الليل الله لا دخلتي لها كما تنقولوا بالدارجه، لان المكان واعر ومظلم وما يقدرش يدخل ليه من هب ودب. كانوا كيتمارسوا فيه هنا الفساد والمفسدين، هنا كيتمارسوا فيها جميع انواع الدعاره كما كتشاهدوا معنا. هي بيوت كما كتشاهدوا معنا المباشر. صعوبه الولوج لهذه الاماكن وصعوبه الالتحاق بهذه الاماكن لانها اماكن مظلمه كما تنقولوا، وكيستغلوها بعض المفسدين والمفسدات ترويج المخدرات وكذلك استهلاك المخدرات كما كتشاهدوا معنا. هي بعيدا عن اعين ديال السلطات، بعيدا عن اعين الناس، فبالتالي هذه الاماكن كما كتشاهدوا معنا على المباشر تستغل في الدعاره وفي اغتيال الفتيات القاصرات. هنا السلطات المحليه هنا في منطقه سيدي عثمان ارادت ان تضرب بيد من حديد على هذه الاماكن. اذا كما كتشاهدوا معنا على المباشر هذه راه ما تدخل لا بالليل لا بالنهار، لا مكان واعر، مكان خطير وخطير جدا اللي كتسمح فيه نقولوا احتساء المخدرات. ها هي بابا كما كتشاهدوا معنا هذو المنطات اللي كانوا كيستعملوهم. هذه راه ما تدخل لا كما تنقولوا لا بنهار لا مكان واعر قرب ملعب ديال سيدي عثمان. اساطير هاد الناس باقا واضحه للعيان، ملابس ديالهم بعض انواع المشروبات الكحوليه صراحه كاينه خطيره وخطيره جدا اللي كتتم الهدم ديالها كما كتشاهدوا معنا. هي باقا المخلفات ديال باقي داكشي اللي كيتعاطاو هنا. صراحه هذا الشيء خصو يتحيد. كما كتشاهدوا معنا باقي المخلفات ديالهم كيطيبوا القميله. شوفوا معنا على المباشر من مدينه الدار البيضاء، العمليه هنا اللي تم فيها اضرام النار كما كتشاهدوا معنا على المباشر. صراحه مكان خطير وخطير جدا وبعيد على اعين المراقبه كما كتشاهدوا معنا. السلطات المحليه هنا حاضره. صراحه كاينه خطيره جدا وقريبه من طريق السيار. كيستغلوها بعض الافارقه، كيستغلوها بعض المتشردين هنا وكيخليوها انها مكان لممارسه الانواع كما قلنا ديال الدعاره والفساد واستهلاك المخدرات. صراحه مكان خطير وخطير جدا كما كتشاهدوا معنا على المباشر. حاولنا ندخلوا معكم شوفوا كيستعملوا الكرتون باش كينعسوا. الأماكن صراحة خطيرة جدا صراحة، ما في كينعسوا.
الوكاله كيديروا كل شيء هنا. اذا السلطات المحليه هنا كما كتشاهدوا معنا عمليه الهدم ديال هاد الاماكن. حتى من الكلاب كاينين هنا، حتى من الكلاب كاينين هنا صراحه. دي ماشي هما هو المتشردين، حتى الكلاب داخل الناس دايرين الكلاب ديالهم هنا. اذا هادشي خصو يتضرب مع بيد الحائل كما تنقولوا، الازاله ديال إذا كما كتشاهدوا معنا على المباشر من مدينه الدار البيضاء، والعمليه مستمره. مربي الكلاب هنا ياك مربي الكلاب خطيره، وكما كتشاهدوا معنا الافارقه ديال جنوب الصحراء اللي كيستغلوا هذه الاماكن في اذا كل شيء حاضر هنا. هذه العمليه اللي كتشاهدوا معنا حتى عندهم حتى الكلاب المدربه عاطين لهم بلايصهم، كل شيء كاين هنا موجود. وكما تنقولوا هذا المكان مهجور اللي قريب من طريق السيار اللي كيستغلوه على من اجل الممارسه ديال الاعمال الخارجه عن القانون بعيدا عن اعين السلطات. كما كتشاهدوا معنا ملابس ديالهم باقيين كاينين. اذا خص يتحيد هذا الشيء باش داك الشيء يولي باين، الدخل هنا راه باين وواضح. اذا كما كتشاهدوا معنا على المباشر العمليه ديال الهدم ديال هاد الاوكار ديال نعاودوا نقولوا هاد الاوكار ديال الفساد اللي هي بعيدا عن اعين السلطه المحليه هنا من منطقه سيدي عثمان في مدينه الدار البيضاء. اخي انت الاوكار مربين الكلاب هنا مربين كل شيء. العمليه كتكون هنا كيتدرجوا ما كيعرفوا الناس كيديروا. اللي كيطل هنا خص الاماكن تكون محروسه، ماشي تكون غايبه على اعين السلطه المحليه، خصها تكون محروسه. وكنا شفنا الداخل ان كاين بعض الاماكن اللي كينعسوا فيها وكيمارسوا فيها هذاك الممنوعات هنا في منطقه سيدي عثمان. كما كتشاهدوا معنا هذه العمليه ديال الهدم باش يبقى داك الشيء باين، اللي دخل هنا يبان. اما يدخل شي واحد هنا راه ما تشوفوش خيريه حتى 10 ايام هنا، ما كاينش اللي غيشوفوا ما كاينش اللي غيعرفوا. وهذا الشيء كاين حدا طريق السيار ديال اتجاه مدينه الرباط. اذا كما كتشاهدوا معنا العمليه مستمره ديال الهدم ديال هذه الاوكار ديال الفساد اللي كتعاطى فيها جميع انواع المخدرات، وكيكونوا فيها ربما مسجلين خطر الناس اللي. اذا كما كتشاهدوا معنا العمليه ديال الهدم من طرف برواد. هذه العمليه صراحه كيستحسنوها الساكنه ديال الهدم ديال هذا الاحتلال ديال هذا الشيء، خصو يحيد وتكون مع قاطعه وما يبقاش هذه الممارسات اللي هي خارجه عن القانون. اذا العمليه ديال هاد الاوكار ديال الفساد اللي كما كتشوفوا معنا واحد دايرين حتى بلاصه الكلب حتى هي كاينه. هاد المساحات خصهم يستغلوها الشباب ماشي المفسدين. كما كتشاهدوا معنا المخلفات ديالهم باقا كاينه هنا في منطقه سيدي عثمان. والسلطات المحليه كتقوم بعمليه الازاله والهدم ديال هاد المخلفات. الشيء راه حتى الكلب عندهم الشيء راه بلاصه الكلاب تما ولا الكلاب. اذا صراحه بحال هذا الشيء خصو بحال هذه نديروها. اذا كما كتشاهدوا معنا على المباشر السلطات المحليه كتقوم بعمليه الهدم ديال هاد الاوكار ديال الفساد والمفسدين ديال تعاطي المخدرات، ويشدوا شابات قاصرات ويقدروا يجيبوهم هنا لهاد الاماكن بمنطقه سيدي عثمان. هاد الاماكن اللي هي اماكن خلاء بعيدا عن المراقبه. الشيء خطير. اذا العمليه مستمره متواصله. نلتقي بمباشر اخر. دمتم في رعايه الله والى اللقاء. الاعين ديال السلطه هنا حاضره كما كتشاهدوا معنا جميع الاجهزه الامنيه حاضره في منطقه سيدي عثمان لازاله المخلفات ديال هذه الاوقات ديال الدعاره والفساد في منطقه سيدي عثمان.
كيعرفوا سيدي عثمان راه في الاتجاه ديال درميله، وفي اتجاه ديال طريق السيار في منطقه سيدي عثمان، محاذيه للملعب ديال سيدي عثمان القديم. اذا نلتقي ببشر اخر في رعايه الله. هذه الاماكن خصها تكون مخصصه للشباب وتكون مراقبه كبيره للداخل والخارجه، وتكون لما لا الكاميرات ديال المراقبه. اذا نلتقي في